في مطار دالاس الدولي في أمريكا نزل راكب مصري اسمه حامد رمضان من طيارة جاية من القاهرة. راجل كبير عنده 70 سنة، جاي شايل معاه شنطة مليانة أكل من مصر، لحمة، رز، بامية، حاجات كتير، بس دي كلها ممنوعة تدخل أمريكا. هنا دخل الكلب فريدي، كلب من وحدة خاصة اسمها بيجل بريجيد، شغال مع الجمارك الأمريكية. شم الشنطة ونبح. راحوا فتشوها، لقوا أكتر من 45 كيلو أكل ممنوع. وبدل ما الراجل يسكت، ضرب الكلب رجل بكل قوته. الكلب طار من مكانه، وقع وفضل يصرخ. فريدي عنده 5 سنين، كلب مدرب على اكتشاف المخاطر. الإصابة جاتله في ضلوعه، بس تعالج والحمد لله. وكل الناس في المطار كانت مصدومة. الشرطة الفيدرالية قبضت على الراجل فوراً، واتهموه بالاعتداء على حيوان شرطة اتحادي، وفي أمريكا دي جريمة. المحكمة حكمت عليه بغرامة $840، ورجعوه مصر في أقل من 24 ساعة. الرسالة من القصة دي مش بس عن كلب، دي عن احترام القانون واحترام الكائنات الحية اللي بتشتغل لخدمة البشر. فريدي رجع شغله وأخد مكافأة كوباية آيس كريم للكلاب، والراكد المصري اترحل على مصر.